في الفيديو ده هقول لك ازاي تفتح مشروع من غير راس مال، يعني مش هتدفع جنيه واحد. تعالوا سريعا بقى اعرفكم كده على عمرو مكي، وكل حاجه عند الراجل ده بربع الثمن. بسم الله ما شاء الله، بيبيع كل حاجه بربع الثمن، اذا كان ايربودز او ساعات سمارت او اي حاجه تتخيلها او ساعات هاي كوبي، كل حاجه تتخيلها ما تتخيلهاش هتلاقيها في المكان ده. اما بالنسبه بقى لبدايه الفيديو، فلو عايز تفتح مشروع فالناس دي عندها اكبر جروب تليجرام، فممكن تشوف الحاجه اللي عاجبه الناس وتنزل تاخدها من عنده قطاعي. انا نسيت اقول لك ان هو كمان شغال جمله وقطاعي، يعني بص في كل الحالات انت كده كده هتتدلع. وزي ما قلت لك كده يا عزيزي، هو عنده حريمي ورجالي وكل الحاجات اللي تتخيلها هاي كوبي، يعني ما عندوش حاجه مصري خالص. وبالنسبه للشغل عندهم حريمي ورجالي. وطبعا لو انت فاهمين هتعرف ان البرفان اللي في ايدي دي اوتلت. يعني ايه اوتلت؟ يعني يا باشا حاجه كده ما اتباعتش في البراند بتاعها، فالناس دي خدوها وباعوها بسعر رمزي جدا. وكمان عندهم البوكس ده حلو جدا لو انت ممكن تهديه في رمضان، اسمه تهادي وتحبه، عباره عن مصحف مفخره ومصليه. يعني باختصار كده يا عزيزي انا جايب لك مكان في كل حاجه تتخيلها بنص الثمن. ومش بس كده، كل الحاجات اللي موجوده فيه حاجات نضيفه جدا 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 ومعظمها اوتلت. ده للبرفانات. اما بالنسبه للساعات فعندك هاي كوبي وفيرست كوبي وهاي كواليتي. ده غير ان عندهم اطقم وحاجات اكسسوارات حريمي كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. وكل اللي انت شفته في الفيديو ده ولا حاجه